لو مسلم بس انا متأكد ان حياتك مليانة مشاكل ومليانة بلاءات. لو مؤمن ومستمر على التقوى انت في مخرج وحياتك ما فيهاش مشاكل، بل انت مرتاح. ولو انت وصلت لدرجة المحسن انت عايش في المعجزات حرفيا. الاسلام هو اول سلمة للتوجه للخالق، وهي اول مرحلة لتزكية النفس. وانت مطلوب منك امرين عشان تدخل الجنة وعشان تاخد سؤلك في الدنيا: الاسلام والايمان. انما الاحسان دي درجة اعلى منهم، ودي مش اي حد بيوصل لها. ولكن اعرف ان انت لو وصلت لدرجة الاحسان حرفيا انت زي اللي معاه خاتم سليمان، حرفيا معاك الكاف والنون. الكون كله بيتسخر اجابة لدعوتك. والاسلام لوحده لا يكفي اذا كنت عايز تدخل الجنة او اذا كنت عايز ترتاح في دنيتك. اغلب اللي عندهم مشاكل في ديننا هم المسلمين او اللي لسه ما وصلش لدرجة المؤمن كاملة. المؤمنين ما عندهمش مشاكل، دايما في حماية ربنا ودايما في ولاية ربنا. واعرف ان درجة الايمان ليها شروط ولازم تحققها كاملة، زي ما الاسلام ليه شروط ولازم تحققها كاملة، طبعا الا لو في عذر. يعني عشان تبقى مسلم لازم تحقق الخمس شروط دي: تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لازم الخمس شروط تتعمل عشان يبقى مسلم، طبعا إلا لو في عذر، مش عارف يحج، مش عارف يزكي، سقطت من عليه، ولكن تبقى في نيته أول ما يبقى معاها هقوم بيها. طب ما فيش عذر وسبت واحدة منهم، كده أنت خليت بشرط من شروط الإسلام، فبالتالي أنت غير مسلم. زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ودي حقيقة، أنت لو سبت أي شرط من شروط الإسلام أنت كده بقيت غير مسلم، وغير المسلم بيتقال عليه كافر. والدرجة التانية هي واجب على كل مسلم ومسلمة، مش اختيار. درجة الإيمان لازم كل مسلم ومسلمة يسعى إليها. الإحسان هي الاختيار، لو عملتها تاخد مكافآت عظيمة في الدنيا وفي الآخرة، لو ما عملتهاش مش هتأسم ومفيش ذنب، ولكن محروم اللي ما وصلش لدرجة الإحسان. وبالتالي لو برضو نقصت ولو شرط واحد من شروط الإيمان كده برضو أنت ما استوفيتش الشروط كاملة عشان توصل لدرجة المؤمن، فبالتالي أنت مسلم بس. خلاص عدينا من درجة الإسلام وحققنا الخمس شروط. ربنا سبحانه وتعالى نزل لنا قرآن، ودي المرحلة التانية. عليك ان انت تؤمن وتتيقن بكل حرف في القرآن، والشروط سهلة. اولا عليك ان انت تؤمن ان القرآن من عند ربنا. تاني حاجة، بما ان انت امنت ان القرآن من عند ربنا وان ده كلام ربنا، اذا تصدق بكل اللي فيه. يعني قال لك مثلا في جنة وفي نار، في انبياء ورسل، قال لك الرزق في السماء، قال لك الجبال بتتحرك زي السحاب، وسع كرسيه السماوات والارض، في ملائكة وفي جن. اي حاجة اتذكرت في القرآن يقين تام ومصدق تماما. طب ماذا لو انت كدبت في واحدة او ما امنتش في آية منهم، او فسرت آية منهم تفسير غلط فامنت بحاجة تانية غير اللي ربنا عايزك تؤمن بيه؟ إيمانك فيه خلل وناقص شرط من شروط الإيمان. تالت شرط هو إن في أوامر ونواهي في القرآن، والأصل في الموضوع إن أنت تتبعها كلها. اتقوا الله حق تقاته. والصحابة حاولت أيام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ما استحملوش، فربنا نزل تخفيف: فاتقوا الله ما استطعتم. أيوة، يعني نعمل إيه؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لو بعدت عن الكبائر ربنا هيكفر لك سيئاتك ويدخلك الجنة، والكبائر كتير جدا واتكلمنا عنها قبل كده وهسيبها في الآخر. طب ماذا لو واقع في واحدة منهم أو عملت واحدة منهم؟ كده أنت خليت ونقصت بشرط من شروط الإيمان. والمؤمن لقب وفعل التقوى، المؤمن هو المتقي. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ربنا هنا وصف المؤمنين بالمتقين، وصف المفسدين في الأرض بالفجار. ولكن ربنا يحب الأعمال الدائمة، زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: أحب الأعمال إلى الله أدومها ولو قلت. وربنا قال لنا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ربنا يحبك تستمر على التقوى، ما قالكش ومن اتقى، ومن يتقي فعل مضارع. ربنا يحب الاستمرارية. والمتقين أو المؤمنين هم اللي في ولاية ربنا، هم اللي هيدخلوا الجنة، هم اللي هيرتاحوا بدنيتهم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. المتقين هم اللي دخلوا الجنة. وهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في الماضي، ما ذكرهاش في المضارع. اللي مات على التقوى هم دول اللي دخلوا الجنة. وربنا اتكلم عن المؤمنين والمتقين في أكتر من آية منهم: إن الله يحب المتقين واعلموا أن الله مع المتقين، إن المتقين في جنات وعيون، إن أولياؤه إلا المتقون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الجنة دي معدة للمتقين بس. والله ولي المؤمنين والله ولي المتقين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، اللي وصل لدرجة المؤمن ومستمر عليه. والمؤمن هو اللي بيتقي ربنا، خايف منه من غضبه، وفي نفس الوقت بيحبه لأقصى درجة. والذين آمنوا أشد حبا لله، فبيحبه وبيخاف منه في نفس الوقت، خايف من عقابه ويطمع فيما عنده. طب ايه الحكايه بقى؟ ليه في ناس البلاء طول عليها؟ ليه في ناس لسه الوعود ما اتحققت لهاش؟ يعني ربنا قالك لو وصلت لدرجه المؤمن او المتقي هيجعل لك مخرج وهيرزقك من حيث لا تحتسب وهيمتعك متاعا حسنا. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض.
ايه الحكايه؟ ربنا بيقول لك انت بس توصل لدرجه المؤمن او المتقي وهيجي لك خير الدنيا والاخره كله. ملهاش غير معنى واحد، انت اصلا ما وصلتش لدرجه المؤمن، انت في شرط اخليت بيه. ربنا قال المستغفر ما بينزلش عليه عذاب، المتقي في مخرج، المتقي بيرزق من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب، بينزل له بركات من السماوات والارض وبتيجي بسرعه ما بتاخدش وقت. يعني ربنا قال لنا فسنيسره لليسرى، فالسرعه الموضوع بيجي بسرعه جدا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. برضه فاء السرعه. اولا انت اخليت بشرط من شروط الايمان ولازم تدور عليه وتستخير ربنا يدلك. بما ان في ناس كتير اتبعت الشروط وتحقق لها الوعد بسرعه، يبقى المشكله فيك انت. حاجة من الاتنين، يا في حاجة ربنا سبحانه وتعالى نزلها في كتابه المفروض ان انت تؤمن بيها وتتيقن بيها وانت مش مؤمن بيها، يا اما ما قريتهاش اصلا، يا اما انت مش بتتدبر، يا اما انت فسرتها تفسير تاني غير اللي ربنا يقصده فانت امنت بحاجة تانية غير اللي ربنا عايزك تؤمن بيه. يعني برضو ما امنتش باللي ربنا عايزك تؤمن بيه، يعني انت كده اخليت بشرط من شروط الايمان، بل انت كذبت وانت مش واخد بالك. يعني ربنا قال لنا وفي السماء رزقكم وما توعدون، في ناس فسرتها المطر، يعني ربنا هيقول لنا ان المطر في السماء الجديد يعني، فالناس ما صدقتش، فربنا قال لهم فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. الناس ما صدقتش ان المطره جايه من السماء، فربنا بيحلف لهم. ربنا بيقول له رزقكم، مش قال لك في آية تانية أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ فخد بالك إن بعد القسم، بعد ما ربنا حلف، العقاب هيبقى أشد. مالكش حجة وأنت كده بتكذب في آية من آيات ربنا، وأنت كده مش بتؤمن باللي ربنا عايزك تؤمن بيه، فده ذنب مثلا. يا إما السبب التاني إن أنت واقع في حاجة من الكبائر أو لسه ما تبتش منها، واحدة بس. ربنا قالك عموما كلهم خط أحمر، ولكن واحدة بس كفيلة إن هي تدخلك النار. واحدة كانت بتقيم الليل وكانت بتصوم النهار، ولكن كانت بتعمل ذنب واحد بس من الكبائر، كانت بتأذي الناس بلسانها. سيدنا النبي قال إيه؟ لا خير فيها فهي في النار. لازم تعرف إن الإنسان المكلف مفيش أي بلاء هينزل عليه ولا أي فرج هيتأخر عنه إلا بسبب ارتكابه الذنب من الكبائر، مفيش أي سبب تاني. سيدنا النبي قال لنا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. كل المشاكل دي جاية لك بسبب الخطايا. ربنا قال لنا ما أصابك من حسنة فمن الله، أي خير هيجيلك من ربنا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأي مشكلة هتجيلك بسببك أنت. والدرجة الثالثة وهي الإحسان، ودول قليلين قوي اللي بيوصلوا لها. أولا الإحسان إن أنت تعبد الله كأنك تراه، تاني حاجة إن أنت تزود على الفرائض. خلاص حققت شروط الإسلام كاملة وحققت شروط الإيمان كاملة وعايز يزود، زودت هتؤجر، ما زودتش مش هتاخد ذنب. ولكن اعرف إن أنت هتبقى موصول بالله، الكون كله حرفيا هيبقى تحت خدمتك. موصول بالله يعني ما عندوش مستحيل، وهنا اتسمت بالنوافل. أولا هي اتذكرت في حديث قدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، والولي هو اللي آمن ومستمر على التقوى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعل ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. اللي بيزود على الفرائض ربنا بيحبه زيادة شوية عن بقية خلقه، وبيديله مكافآت زيادة شوية عن بقية خلقه. وعرفهم بعلامة واحدة، الأسباب عندهم ليس لها أي قيمة، هو بيلجأ على طول لمسبب الأسباب فبتخلص. من اللي شافه كفر بالأسباب وآمن برب الأسباب. المحسن هو اللي ربنا قال عنه إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. أيوة، كانوا بيعملوا إيه بقى؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. كانوا بيقيموا الليل بالصلاة وبالاستغفار، بيزودوا على الفرائض، كانوا بيناموا قليل قوي، كانوا بيتصدقوا. ربنا قال له زكي، هو بيتصدق كمان. الذين ينفقون في السراء والضراء والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الصدقة وبيعفو عن الناس وبيسامح وبيقزم غيظه. فإذا من صفات المحسنين بيعبد الله كأنه يراه. رقم 2 بيتصدق خالصا لله في السراء والضراء. رقم 3 بيقزم غيظه ولا يرد الإساءة ويعفو عن الناس. رقم 4 بيزود على الفرائض بالنوافل. فاللي بيعفو عن الناس وبيسامح اللي أذاه دي درجة مش أي حد بيوصل لها، وهي صعبة على ناس كتير قوي، ولكن أنت لو عرفت الصورة كاملة هتسامح إن شاء الله. يعني ممكن نبقى نتكلم عنها في وقت تاني. فأنت لو مسلم بس، أنا متأكد إن حياتك مليانة مشاكل ومليانة بلاءات. لو مؤمن ومستمر على التقوى أنت في مخرج وحياتك ما فيهاش مشاكل، بل أنت مرتاح. ولو أنت وصلت لدرجة المحسن أنت عايش في المعجزات حرفيا. فاعرف إن اللي بيتوكل على ربنا بيكفيه كل حاجة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. توكل بالقلب والقول والفعل، ولكن إنما يتقبل الله من المتقين.